انتصف الليل، فبدأت مهمة المقاومين المعتادة. غير بعيد عن حدود تتسم هذه الأيام بالتوتر، ينتشر مقاومون من كتائب القسام على حدود قطاع غزة لرصد تحركات جيش الاحتلال الإسرائيلي بهدف تأمينها من أي عمليات توغل أو تسلل. في حال تم دخول الآليات هذه أو القوات هذه، يتم التعامل وفق آلية معينة من خلال تبليغ القيادة، ويتم التعامل معها بكل حزم وقوة إن شاء الله رب العالمين. في سبيل الله نمضي نبتغي رفع اللواء. الرصد ومتابعة الحدود والرد على أي تصعيد محتمل هي بعض من مهماتهم، لكنها ليست الوحيدة، فالرباط يتخلله بعض من الترفيه والعبادة لا سيما في شهر رمضان، ومع ذلك فإن العيون لا تغفل عن عدو يراقب تحركاتهم ويتحين الفرصة لمباغتتهم. في بداية ليلة الرباط يتم توزيع الشباب إلى خط خلفي وخط أمامي. الخط الخلفي من شبابنا يتم عمل لهم بعض الفقرات التي من خلالها يستغلون فترة الرباط. تأهب مقاتلي المقاومة على حدود قطاع غزة مع إسرائيل لا يعكس استعدادهم لأي مواجهة محتملة فحسب، بل يعطي إشارات على قدرة المقاومة على التصدي لأي اختراق للحدود في السلم أو الحرب. ويستغل الاحتلال الإسرائيلي الحدود مع قطاع غزة للتوغل وتنفيذ مهمات خاصة داخل المنطقة الحدودية، لكن المقاومة بسيطرتها المحكمة على الحدود تتعامل مع أي خرق من هذا النوع. هو الرباط بحقق عاملين، أن عامل ردع بمعنى يردع القوات الاحتلال الإسرائيلية من الدخول إلى غزة، فضلا عن أنه كمان بحقق عامل وقائي بأنه يمنع تهريب سواء مخدرات أو أي ممنوعات أو أشخاص. ويكتسب دور المقاومة على الحدود هذه الأيام أهمية بالغة في ظل الحديث الإسرائيلي عن قرب خيار المواجهة مع غزة بعد تجديد الحصار عليها. هشام زقوت، الجزيرة، غزة، فلسطين.